من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع وأنصت ولم يلغ كتب له بكل خطوة يخطوها عمل سنة أجر صيامها وقيامها. كل خطوة بسنة صيام وكل خطوة بسنة قيام. الخطوة الواحدة سنة صيام وسنة قيام. ده في كل الدنيا مش مكة بس. مكة بقى فيها المضاعفة، يعني لو قلنا المضاعفة ب100,000 يبقى الخطوة ب100,000 سنة من الصيام و100,000 سنة من القيام. والله عز وجل يضاعف لمن شاء. فرصة ذهبية لا تعوض. لكن الموضوع مبهر مبهر شوية. محتاج ان انا ارجع من صلاة الفجر اغتسل وبلاش انام بالليل شوية، ولو لابد من النوم يبقى نوم ساعة واحدة بس. المسألة الأولى مهمة للكل. احنا هنروح المدينة امتى ان شاء الله؟ ان شاء الله هنروح المدينة بعد صلاة الجمعة مباشرة. يعني كان الترتيب ان احنا نمشي قبل الجمعة، لكن انا كرهت ان احنا نفوت الجمعة في مكة. الجمعة في مكة ب100,000 جمعة، فمش هنفوت الجمعة، لكن هنحاول نمشي بعد الصلاة مباشرة. يعني ميعاد الباص بتاعنا الساعة 1، الجمعة بتأذن 12:30، يعني المفترض الآن يسلم نشد كده مباشرة على الباص. هنحاول شنطنا تبقى بايتة من بالليل جاهزة أو قبل الفجر، لكن الشنط كلها جاهزة، محدش هيرجع الفندق يعمل حاجة. إن وجدنا مكان آمن قبل الصلاة ننزل فيه الشنط هننزل تحت، بحيث نيجي نحمل شنطنا فوق بس على التنزيل فقط. فمحتاجين نبكر لصلاة الجمعة، ومحتاجين نعبي حاجتنا. من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع وأنصت ولم يلغ كتب له بكل خطوة يخطوها عمل سنة أجر صيامها وقيامها. كل خطوة بسنة صيام وكل خطوة بسنة قيام. الخطوة الواحدة سنة صيام وسنة قيام. ده في كل الدنيا مش مكة بس. مكة بقى فيها المضاعفة، يعني لو قلنا المضاعفة ب100,000 يبقى الخطوة ب100,000 سنة من الصيام و100,000 سنة من القيام. والله عز وجل يضاعف لمن شاء. فرصة ذهبية لا تعوض. لكن الموضوع مبهر مبهر شوية. محتاج ان انا ارجع من صلاة الفجر اغتسل وبلاش انام بالليل شوية، ولو لابد من النوم يبقى نوم ساعة واحدة بس.